انت اسمعوا تتفرج على كده. مرموش لا ليه؟ لا هو اللي عنده وخلاص. يا عم انا هتفرج عليه يوم هو اللي الجمعه. عنده وخلاص، ما مش تتفرج. انت عايزني اتفرج عليه؟ هتفرج عليه يوم الجمعه وهحلله يوم الجمعه، وانا بحلله كمان لان احنا مش طالعين. انت ده الاعلام، وده كابتن رضا عبد العال اللي هو هقول لكم ايه. انا بصراحه انا مستغرب جدا يا كابتن رضا عبد العال. انا عايز اعرف كابتن رضا عبد العال لعب على المنتخب امتى؟ يعني كابتن رضا عبد العال تاريخه ايه؟ ما انا عايز اعرف بجد والله. يا جماعه ده لعيب طالع مكسر الدنيا. كابتن رضا عبد العال قال عليه كلمتين خلاص هو عايز الناس تسقطه كلها. احنا صدقنا لنا لعيب قريب من محمد صلاح ويبقى زي محمد صلاح الاعلام المصري يعمل فيه كده؟ طالع يقول لك لا مش هتفرج عليه، لا انا مش عارف ايه، انا مش طالع، انا هتفرج عليه يوم الجمعه. يا عم ما تتفرجش عليه، مش عايزك تتفرج عليه، مش عايزك تتكلم عليه، سيبه في حاله. انت خليك انت مع دونجا، وخليك مع الشله في مصر دي، مالكش دعوه باللعيب اللي بصدقنا لقيناه. ويا ريت القناه دي ما نشوفهاش تاني. ويا ريت حضرتك تقعد تركز مع اللعيبه اللي في مصر انت بقى وهيس معاهم، مالكش دعوه باللعيبه اللي احنا ما صدقنا بالله لعيب كويس هيفيد منتخب مصر. ما تهبطوش وما تحبطوش، حرام عليك. انت قبل كده قلت هو مش عارف مدبول احسن منه 100 مره، فخلاص انت مفكر نفسك ان انت جردوله بجد. انت عشان هم ضاحكين عليك وبيقولوا لك الكلام دوت. معلش احنا ما شفناكش في منتخب مصر. انا واحد عندي 40 سنه، انا عمري ما شفتك بتلعب كوره. شفتك ماتشين كده يعني سيبك من الناس ديت. الناس دي عايزه تلعب وعايزه تشوف بلدها، فسيبك منهم الله يبارك لك، وخليك هنا متداري وسطينا.